بيحذر فخ النصب الإلكتروني. أهلا بيكم. أنا محمود ضف الله وجاي أقول لك على معلومة جديدة. النصابين اتطوروا وبقوا بيستخدموا التكنولوجيا وطرق النصب التقليدية خلاص راحت عليها وبقت فيه طرق جديدة أربح وأكسب وأضمن ليهم. أنا جاي أقول لك على الطرق دي وجاي أقول لك برضو إزاي تتعامل معاها لو حصل معاك أي طريقة منهم. الطريقة الأولى وإن في شخص بيكلمك بيدعي إن هو موظف من البنك وإن أنت محتاج تحدث بيانات الفيزا أو بيانات الحساب الخاص بيك، وبيبعت لك رسالة على موبايلك وبيطلب منك إنك تشاركه الرسالة دي اللي هو الكود الأوتوبي، وبمجرد ما ياخد منك الرسالة بيسحب كل الرصيد اللي في حسابك وبيصبح حسابك صفر. النوع التاني أو النصب عن طريق المحافظ الإلكترونية زي فودافون كاش واتصالات كاش وأورنج كاش. ونوع كمان منتشر وهو الحجز الوهمي، وإن دي صفحات بتبقى منتشرة أو بتجيلك في طريق إعلانات ممولة بيوعدك فيها بإن أنت ممكن تعمل رحلات عمرة أو تعمل عقود عمل، وبيطلب منك إنك تحول له فلوس، وفجأة بعد ما بتحول له الفلوس تلاقي إن حسابك اتحظر أو إن الصفحة مش موجودة. كمان في منصات رقمية وعمليات تداول بتدخل حضرتك بتوهمك بتحقيق الكسب السريع، لو حصل معاك أي حاجة من دول بتتصل فورا للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على رقم 155 وبتحرر شكوى. تاني حاجة بتروح مباحث الاتصالات وبتعمل محضر بتبلغ فيه على كل اللي حصل معاك ولو تم سرقة بياناتك، وبترفق فيه سكرينات للمحادثات أو الحاجات اللي تمت علشان تقدر تساعد مباحث الاتصالات إن الشخص ده ما يضرش حد تاني. خلي بالكم على نفسكم، ما تشاركوش بياناتكم لأن البنوك ببساطة مش بتطلب بيانات عملائها، ولو في تحديث أو في حاجة بتكون من خلال الفرع نفسه. لو عجبتك الحلقة ما تنساش تشاركها مع أصحابك عشان توعيهم هم كمان. سلام.